السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس. يا رب تكونوا لسه فاكريني. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا. انا اسفة جدا على قلة التنازل بتاعة الفيديوهات، بس اعذروني، كان في شوية مشاكل كده، بس خلاص الحمد لله معاكم. ودايما هنزل لكم فيديوهات ان شاء الله زي ما احنا متعودين. فيديوهاتنا اقتصادية جدا جدا، ونقدر ان احنا نعملها من اقل مقادير بالظبط في البيت. تعالوا بينا النهارده حبايب قلبي. طبعا بقى كلكم عرفتوا الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم على ايه. خلاص مفيش يعني في حاجة كده. الأكلة الجميلة بقى اللي احنا كلنا بنعشقها، يعني الأقل منهم إن هو ما بيحبوهاش، فالقليلين دمت ما يسمعوناش. تعالوا بقى عشاق الفسيخ الجميل، نعمله مع بعض كده بقى ونخلله احنا بإيدينا وناكله كده ونشوف أجمل فسيخ في العالم. بجد بجد مش عشان أنا اللي عاملاه، بس الصراحة روعة فوق الوصف وفوق الخيال، جميل جدا جدا جدا. هقول لكم على الطريقة الصح الممتازة اللي تطلع معاكي فسيخ ولا في الأحلام ولا محلات فسخاني ولا أي حاجة تقدري إن انت تعمليه. انتوا طبعا كلكم شفتوا في بداية الفيديو الفسيخة قد ايه دايبة دوب كده، وقلبها مورد وجميلة كده وطرية جدا جدا جدا. وطعمها كمان بقى ما اقولكوش عليه، كان تحفة 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 خرافة. نبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا بقى كده ببسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوفوا بقى البور الجميل اللي معانا دوت، غسلناه ازاي ونشفناه ازاي وعملناه فسيخ بالطريقة السهلة الجميلة كده ايه، وطلع بالشكل الجميل ده كده ازاي. انا معايا هنا كمية كبيرة من البوري، غسلته طبعا بمية فترة نازلة دافية كده من السخن، من الحنفية كده. احنا طبعا في البرد فلازم عشان تغسليه بالمية الفترة. فتحت السخان بقى عليه شوية كده دفى المية، وغسلته زي ما انتوا شايفين كده نغنيشه ونضفته كويس جدا جدا جدا. سيبك بقى من اللي يقولك ما تغسلوهوش ما تعملوهوش، لا طبعا الحاجة بتبقى جاية مش عارفين فيها رمل، فيها اي حاجة كده شوائب، فلازم ان احنا نغسلها ونكون متأكدين ان احنا غسلنا كويس، عشان دي حاجة احنا هناكلها. وبألف هنا يا حبايب قلبي. تعالوا بقى كده بعد ما غسلته ونشفته كويس كده، حطيته ده جردل كده، حطيته كده واقف على دماغه كده وثبته ورصيته جنب بعضه كده وبيته يوم. بيته يوم تاني يوم كده، طلعته بقى، هو تحس ان هو شدت شوية كده ونشف شوية. نزل خلاص كل السموم اللي موجودة في قلب الدماغ بتاعته، نزلت في قلب الجردل معايا واتخلصت منها خلاص ورميتها. دم بقى فاسد كده نزل من دماغ السمكية، يعني نضف بقى بسم الله ما شاء الله زي العسل. وكمان هننضفه مع بعض بطريقة برضو تانية، علشان خلاص نبقى اتخلصنا فعلا من كل الدم اللي فيه. تنظيف بقى كده كامل للسمكية بتاعتنا كده، علشان لما نعملها وتبقى جميلة جدا كده ونقدر ان احنا ناكلها بألف هنا. نحس ان احنا كده بناكل حاجة فعلا. مش بيطلع لك نفس الريحة بقى، الريحة الفسيخ اللي بيبقى ريحته صعبة اوي ديت، لا طبعا ده بيبقى ريحته جميل جدا جدا. بمناديل بقى، وبنشف بقى ظهر الفسيخية كده بالطريقة السهلة الجميلة ديت اهو. ببدأ بقى كده ان انا خلاص رصيته كله على الصينية كده زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، هي كمية كبيرة بس، كمية كبيرة بس الصراحة مش بتاعتي كلها. كنت انا وسلفتي عاملين مع بعض وحطيناهم مع بعض يعني برضو. لو تلاحظوا في ديل سمكة مقطوع، كنا معلمينهم كده يعني قاطعين ديل وسايبين ديل. ففي الوقت ده حبايب قلبي خلاص بقى كده نشفته خالص، نشفته خالص زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. واي حاجة بقى بلاقيها على ظهر السمكية كده برضو بالمنديل بمسحها. تعالي بقى كده نشوف السمكة ودماغها، على الرغم ان احنا سايبينه يتصفى طول الليل في الجردل وفعلا نزل شوائب منه كتيرة جدا،
بس برضو دماغه لسه مبلول ميه. وبصوا الدم بقى اللي بيبقى في الدماغ دوت بنشفه جدا 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 بالمنديل زي ما انتوا شايفين كده، وبضغط ضغطه قويه جدا علشان يعصر لي كل الدم اللي في الدماغ من جوه. المنديل يتشربها كده ويكون الدماغ بتاع السمكية نشفت معانا زي ما انتوا شايفين كده. بيبقى شكله النغانيش موردة كده، مش سمرة، ما فيهاش اي طينة واي شوائب من اللي بتكون موجودة في قلب السمكية كده. تعالي بقى كده بصي نعمل لها مساج. مساج كده بحيث ان هي تطرى معانا كده وتكون سمكية طرية كده. تيجي تفتحي الفسيخية كده ما تلاقيش فيها كتلة لحمة على بعضها، بتحسي كده ان هي كلها سايحة في بعضها وطرية في بعضها كده. هو ده الفسيخ بالظبط اللي يعني حتى بتوع المحلات ما بيعملوش بالطريقة ديت. احيانا تجيب الفسيخ بيكون شكله جميل جدا جدا، والله فسيخ وريحته طالعه بقى فسيخ جميل هتجنن عليه. وتيجي تفتحي الفسيخية وتاكليها كده تلاقيها لحمتها ناشفة مش سايحة ببعضيها كده، وتحسي فيها ان هي اللحمة بتطلع حتة لحمة بحالها. لا انا عايزة اللحمة من جوه يكون مش ماسك في بعضه مكلبش كده في بعضه، لا انا عايزاه يبقى طري جدا جدا، وعايزاه يكون سايح كده في بعضه. فبعمل لها التدليج والمساج دوت علشان اللحمة بتاعتنا تكون دايبة كده من جوه. تمام. بعد المساج بقى اللي احنا عملناه للسمكية كده ودلعناها وعملنا لها شوية مساجات كده، تعالوا بينا بقى نشوف الخطوة التانية، ودي اهم خطوة في تمليح الفسيخ يا حبايب قلبي. عندك بقى كيس طبعا، ده حطيت ملح من اللي هو الخشن بتاع البيوت العادي، الملح الخشن اللي احنا بنطبخ منه في البيوت. تقدري ان انت تستخدميه في قلب الفسيخ. تعالي بقى حطيت شوية كمية حلوة كده من الملح، وعليهم شوية كركم بس كده يغيروا اللون بتاع الملح معايا. مش عايزة تضيفيه ما تضيفوش براحتك، شوية ملح وحش الفسيخ بتاعك ويبقى احسن فسيخ معاكي. جبت كيس بقى ورشيت رشة بسيطة كده في أرضية الكيس، وبدأت ان انا احشي دماغ السمكية بتاعتي بقى. بدأت ان انا احشي دماغ السمكية بتاعتي بالطريقة الجميلة ديت. النغانيش من الجهة ديت والنغانيش من الجهة ديت بعبيها كويس كده ملح وارصها جنب بعضها كده بقى. بصوا دماغ الجهة ديت اديلي بقى قبل الدماغ التانية، خلف خلاف كده وارص جنب بعضه، وهكذا. بعد كده برضو ارص رصة تانية فوق منه بقى كده، وبرضو خلف خلاف بالطريقة السهلة الجميلة ديت. بتكوني عملتي احلى شوية فسيخ تاكلي صوابعك وراهم زي ما بيقولوا. ايه رأيكم بقى في الطريقة الجميلة ديت؟ سهلة وجميلة جدا. وبصوا بقى النتيجة ولا اروع من كده هتلاقي، بجد بجد جميلة جدا. كانوا عجب العجب شوية فسيخ. رمضان داخل علينا، والأكلة الجميلة ديت ما ينفعش نستغنى عنها. قبل دخول رمضان كده لازم نستمتع منها كده ونغوص فيها في أعماقنا كده. فايه رأيكم حبايب قلبي؟ رصيت بقى الفسيخ زي ما انتوا شايفينه كده، وحطيته على بعضه لحد ما الكيس اقدر ان انا اربط الكيس. استكفيت بكده، هعمل كيس تاني. دي مش الكمية كلها بس عشان الكيس يربط معايا. طلعت الهواء اللي فيه كله وصفيته خالص، مفيش فيه سفسفة هواية كده، وربطته كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفينه كده. بقفل عليه كويس وتحطيه بقى في كمية اكياس 4 5 كده، وكل كيس بتقفليه بتزريه قوي كده عليه وبتخرجي منه الهواء برضو زي ما انتوا شايفين اهوت. حطيته ده تالت كيس، وهحطه كمان في كيس رابع وكيس خامس علشان يبقى معانا كده مكتوم كده وشادد الاكياس كلها مربوطة كده ورا بعضها. أرأيكم يا حبايب قلبي؟ اعملوا بقى بالطريقة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، عمركم ما هتندموا جدا. وده وقت فتحان على الفسيخ بتاعنا. عدى عليه قد ايه يا ام انس؟ بالظبط بالظبط 12 يوم بالظبط. ده احنا في الشتاء يا ام انس المفروض يقعد اكتر من كده. بصوا بقى، ولا كان اروع من كده ولا اجمل من كده، وحاجة كده بصوا عجب العجب. تعالوا بقى كده نطلع ما شاء الله كده
ما شاء الله دايب دوب، شكله جميل جدا، طري حلو جدا. ايه رأيكم حبايب قلبي؟ جميل جميل جميل. هفتح معاكم وهنشوف قلبه من جوه شكله ايه. اه كنت بقول لسلفيتي دمت بتوعي ما قصيتش الديل بتاعه، كنت قاصين الديل بتاعها وبتاعي كانت سايباه بحاله بالديل بتاعي، فبقول لها دمت بتوعي. المهم بقى حبايب قلبي، تعالوا بقى كده نفتح ونشوف. يعني على رأي المثل طباخ السم بيدوق، انا بقى هدوق يعني هدوق واوريكم الجمال بتاعه والمنظر الجميل. السكينه بقى ديت كانت يا لهوي بارده برود، بس ما سبتش الفسيخيه برضو الا ما فتحتها بيها. ايه رايكم؟ بصوا بقى على لون السمكية، بصوا بقى على لون اللحمة من جوه، بصوا بقى العظمة بتطلع معاكي بكل سهولة، واللحمة بتاعتك بتسيب الجلد بكل سهولة وتطلع ازاي بامبة، لونه بامبة دايب دوب. السمكية بتاعتنا يعني شوفوا حتة اللحمة مش بتقعدي تشدي بيها بالمعلقة كده وتخرجيها، لأ. وحان وقت الله وحان وقت الأكل بقى. شوية بصل بقى وشوية ليموناتة، والله بقى كده كان زي كده ازازة كاكولا. وبألف هنا يا حبايب قلبي. وايه رأيكم؟ قولوا لي في الكومنتات، جربوا الوصفة بسرعة قبل ما رمضان يجي وعرفوني طعمها ايه واستمتعتم بيها ولا لأ. بجد بجد